السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بلادي سبور. استعدادات ما زالت مستمرة في ملعب طنجة لاحتضان كأس العالم للأندية. الاستعدادات على قدم وساق. في أقل من أسبوع على صافرة الانطلاقة، كما نلاحظ هنا في الصور الحصرية لليوم. أرضية الملعب بشكل جميل، وكذلك في الجنبات المعدات واللوازم التي ستكون في حفل الافتتاح. في كل جنبات المضمار للمركب الكبير في طنجة. وكذا نلاحظ في الفيديو صور لاكتمال المدرجات وكل المقاعد التي كانت تنقص المدرجات الجانبية، وإضافة الملصقات وشعار كأس العالم للأندية 2023. والملعب أصبح جاهز 100%. نمر الآن أصدقائي إلى الفيديو ثلاثي الأبعاد لشكل النهائي للملعب طنجة ابن بطوطة. من المرتقب أن يصبح الملعب بهذا الشكل في بعد نهاية مونديال الأندية بإذن الله. كما نلاحظ في الفيديو، سوف يتم إزالة أو بناء غشاء خارجي أو تغطيته من كل الجوانب، وكذا تسقيف وتغطية الجوانب، وإزالة الأعمدة التي توجد في السقف. الأعمدة الزرقاء يتم إزالتها بهذا الشكل، وتكميل السقف، لأن السقف يوجد فيه 25% فقط، وسوف يستكمل ب 75%، ويصبح بهذا الشكل العالمي والأسطوري بإذن الله. كان هذا فيديو سريع، شكرا لكم، إلى اللقاء.